السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ معانا النهارده فراخ مشويه. هعمل التتبيله، والتتبيله هتبقى تحفه جدا جدا طبعا زي ما انتوا شايفين في الفيديو شكل الفراخ عامل ازاي. ده سر التتبيله. وهحطها في الكيس الحراري في الفرن، وتحفه جدا جدا. لو اول مره تدخل القناه يا ريت تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد. يلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا او الخلطه بتاعتنا. معايا هنا بصلتين متوسطين مفرومين، حطيت عليهم معلقه ونص ملح، ومعلقه فلفل اسمر، ومعلقه توم باودر، ومعلقه بصل باودر، ومعلقه جوز الطيب، ومعلقه بابريكا، وحطيت كمان معاهم صويا صوص لو موجود تمام، لو مش موجود حاجه مش اساسيه يعني. هو كان عندي هنا اصلا موجود عندي فانا حطيته يعني. وحطيت نص معلقه كده هوت صوص. موجودين تمام، مش موجودين خليكم في البصل المفروم والثوم البودر والبصل البودر والبابريكا والفلفل والملح والكمون بس. وبعد كده هاخد من الخلطه وادهنها على الفراخ، ومن الجلد كده ما بين الجلد واللحم هحشيها من الخلطه بتاعتها. وهعمل برضو كذلك في التانية. وبعد ما اخلص حشية الفراخ ودهنها كده حطها في التلاجة قبلها ساعتين علشان تشرب من التتبيلة، او قبلها بيوم. انا هنا طلعتها بعد ما حطيتها يوم كامل في التلاجة، وقطعت جنبها بطاطس شرايح كده. انا هنا جبت الكيس الحراري وحطيت فيه حبة دقيق ووزعتهم في الكيس كله علشان خاطر ان هي الفراخ والبطاطس ما يمسكوش في الكيس وتلزق فيه. وبعد كده حطيت البطاطس والفراخ، وحطيت باقي التتبيله فوقيهم عشان طبعا الصوص بتاعها ينزل. وهلفها كويس وهربطها بالقفل بتاعها بيبقى موجود معاها. وبعد كده هجيب سكينه يبقى بوزها رفيع واقعد اخرم فيها كده كويس عشان طبعا الكيس يتخرم حلو علشان لما يدخل الفرن ويتنفخ ما يفرقعش. وبعدين هجيب ميه سخنه واحطها في الصينيه تحتها. انا حطيتها في الفرن على درجه حراره 180 وسبتها حوالي ساعه ونص كده في الفرن. وبعد كده قبل ما اطلعها شغلت الشوايه عليها 5 دقايق، وبعد كده طلعتها. شايفين جمالها وتحفه ازاي. ما تنسوش تجربوها وتقولوا رايكم في الكومنتات.